اوعى تصدق الموجة اللي دايرة اليومين دول ان الاهلي اخطأ، وان الاهلي غلط انه انسحب من الماتش، وان مجلس الادارة تصرف غير مسؤول والكلام ده كله. اوعى تصدق الكلام ده، واوعى تصدق الكلام بتاع انا اهلاوي بس الاهلي ارتكب اكبر غلط، والصراع بتاع ان الاهلي نادي الدولة وان الاهلي هو اللي داير المنظومة، وان الكلام اللي انت عمال تسمعه على السوشيال ميديا ده ان هو الصراع ده خلاص كده فعلا الزملكاوية طلع عندهم حق، علشان ممكن عواقب اللي حصل ده حل مثلا اتحاد الكورة او رابطة الاندية. اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تركب الموجة دي لسببين. السبب الاول 200% الاهلي على حق، ولازم تعرف ان الاهلي على حق. اتعمل قرعة، مش قرعة. صاحي الصبح قال لك في جدول اتعمل الساعة 4 الفجر، والاهلي هيلاعب الزمالك ثم هيلاعب بيراميدز. منين؟ ما تعرفش، الذكاء الاصطناعي. دي الحاجة التانية خلاص عديناها. الاهلي عايز حكام اجانب. يا رابطة الاندية، الاهلي عايز حكام اجانب. يقوم رابطة الاندية بمستند رسمي بعت لاتحاد الكورة الاهلي عايز حكام اجانب، واحنا عايزين حكام اجانب في ماتشات الاهلي والزمالك وبيراميدز، والاهلي وبيراميدز بمستند رسمي. رد اتحاد الكورة قال لك ايه؟ مفيش وقت. وفي 24 ساعة كانوا جايبين، مفيش حتى 24 ساعة، في 5 6 ساعات كانوا جايبين طقم حكام سعودي موجود في مصر، موجود في القاهرة. فالموجة اللي دايرة دي اوعى تصدقها. الأهلي على حق، والأهلي صح، والأهلي اللي بيعمله ده عين العقل. مجلس الإدارة كان غلط امتى؟ مجلس الإدارة كان غلط لما ساب حقه ساعة ماتش رادس، ساعة ما اتضربنا وتعورنا وهشام محمد اتبطح. هنا ساب حقه، هنا معلش كان غلط. الاهلي كان غلط ومجلس الاداره كان غلط لما ساب حقه في موضوع نهائي افريقيا ولعبناه في المغرب، وقلنا بس عشان ما نشوهش صوره مصر ومش عارف ايه والكلام ده كله، مع انه خطاب اخفاه مسؤول في اتحاد الكوره. هنا كان الاهلي غلط. الاهلي كان غلط او مجلس الاداره كان غلط ساعه موضوع المنتخب وكاس العالم، كاس العالم للانديه، وساب لعيبته راحت المنتخب بسبب سوء تنسيق من اتحاد الكورة برضو. فاوعى تصدق، اوعى تمشي ورا الموجة دي. ده السبب الاول، انه الاهلي على حق برأي كل النقاد وبرأي كل اللي شايفينه فاهمين كورة، ان الاهلي على حق. والسبب ده اللي مخلي لحد دلوقتي رابطة الاندية ما اعلنتش فوز الزمالك، وان